عايزين نقول ليه بنسقف في الفيديوهات. لا مش هسقف. طيب ليه بنسقف في الفيديوهات؟ Somebody's been a bad lizard. بص يا سيدي، بداية الموضوع كانت الكلاكيت اللي هو ايه، ثانية واحدة ده. طيب احنا ليه بنستخدم الكلاكيت اصلا؟ عندنا سببين. اول سبب وهو اننا بنكتب عليه الداتا بتاعه المشهد ده كله، ده المشهد رقم كام، التيك الكام من المشهد ده، داي اور نايت، داخلي ولا خارجي، اسم المخرج، اسم الكاميرا اللي تصور بيها المشهد، التاريخ، كل حاجه تخص المشهد بتتكتب هنا على الكلاكيت. فبالتالي الايديتور لما بيوصله الفوتج بيبقى عارف من الفوتج هو ده انهي مشهد وانهي تيك، عشان لو المخرج محتاج ان هو يشتغل على تيك معين يبقى معروف هو هيشتغل انهي تيك. تاني استخدام بقى للكلاكيت والحاجه اللي احنا بنسقف عشانها، وهي اننا نسينك كل الاصوات مع بعض. ازاي؟ اقول لك انا دلوقتي هنفترض ان احنا في مشهد ففي اكتر من مايك موجود. في الحاله اللي انا فيها دي مثلا انا عندي المايك بتاع الكاميرا والمايك اللي انا بستخدمه دلوقتي وبسجل الصوت ده على الموبايل. فعشان اظبط الصوت على الصوره وما يبقوش اوت اوف سينك زي ما انت سامع دلوقتي، شايفني طبعا بقول حاجه والفيديو شغال في حته ثانيه خالص. فعشان ان انا اظبطهم هما الاثنين مع بعض بنحتاج نسقف سقف. كل الغرض منها ان انا اخلي في برنامج المونتاج الصوت ماشي مع الصوره، نقدر ان احنا نزامنهم مع بعض. بس يا سيدي، هو ده السبب ورا السقفه اللي احنا بنسقفها في الفيديوهات كتير. ويعني ايه كلاكيت اصلا؟ بس لايك، كومنت، شير، حاجات اللي احنا بنقولها في اخر الفيديوهات دي، ويلا اتكل على الله.